بنتكلم على فكرة الفن، فكرة مداولة يعني هذه الحالة التشكيلية ما بين جموع الفنانين وما بين فكرة العطاء الفني، فكرة التفاعل المجتمعي مع فنانين الحقيقة هم جدير بالاحترام. وأنا النهاردة يعني في حالة من السعادة غير عادية. الحقيقة الحلقة النهاردة يمكن استضفت في الفقرة الأولانية دكتور عبد الوهاب عبد المحسن، ودلوقتي معايا يعني الحقيقة ضيفين غاية في الروعة وأداء ممتع وراقي ورشيق كحركة تشكيلية. أولا هم في منتهى التفاعل، إنما كفن بقى وإصدار تجاربهم للآخر هم في حالة من التميز. يعني هبتدي بالدكتور أحمد رومية. أهلا بيك، شرفتني النهاردة. شرف لينا. اهلا وسهلا. الفنان الكبير خالد السماحي، وانا بقول فنان كبير لانه انت عندك مساحه من التجريب هايله الحقيقه. فانا الله يخليك، انا بيعز الحقيقه عليا جدا الحقيقه وجودك النهارده، لانه انت عندك تجارب كويسه وعندك حاله تفاعليه هايله جدا. علاقه الحقيقه الاثنين دول تحديدا احنا افتقدنا بس النهارده وجود برضو فنان اخر وزميل وصديق رائع، طاهر عبد العظيم. اتمنى انه يكون معانا الحقيقه لانه هو بيعتبر المثلث الراقي الرائع في التجريب المستمر الحقيقه، فوجب بس ان انا انوه عنه يعني. كمان بيهمني الحقيقه ان انا اشرح تجارب الدكتور احمد رومية والفنان خالد السماحي. الاثنين بيعملوا حالة من الدمج بين ما ينتجه كفن وما يتأثر به الجمهور. أنا هبتدي مع الدكتور أحمد على طول، وعايزك تكلمني عن تجربتك، وخصوصا أن أنت شوية متشعب يعني من فنون جميلة إلى تطبيقية إلى ممارسة التدريس إلى ممارسة السينما. على فكرة كمان هو يعني من الناس اللي اشتركوا في الدراما، يعني عمل شغل دراما هايل قوي، عمل تفاعل داخل مسلسلات وبعض الأفلام. فكلمنا بقى على المساحة دي الأول. هو الموضوع بصراحة ابتدى من دراستي في الفنون الجميلة وخروجي من مدرسة الفنون الجميلة بالتعرف على الاتجاهات الفنية المختلفة والتلميذ على ايدين اساتذتي المحترمين. فابتديت ان انا اتلقى منهم تجارب شخصية ذاتية ودمجتها بالحواس بتاعتي، طبعا بتجاربي بافكاري باحلامي. وكان عندي طموحات كتيرة قوي ان انا احقق في مجال التصوير بالذات او لغة التصوير من الالوان الزيتيه، اخد فيه مجال اعمق. حسيت من خلال تجاربي الشخصيه الاولى ان في بدايات عميقه بتربطني قوي بالمجال ده. امنت بيها جدا، ودي اهم شيء كان بالنسبه لي نقطه فيصليه، ان اكون مؤمن بالشيء اللي انا بعمله. التوج ده بالتخرج من الكليه بشكل لائق في وسط جيلي او جيلي من الزملاء الافاضل. انتقلت بعد كده للعمل في كلية الفنون الجميلة ذات نفسها كمنحة من منحة تفوق. فشاركت اساتذتي الحياة الفنية دي عن قرب قوي، فابتديت اشوف اكتر بشكل اعمق، وانعكس ده طبعا على الفن بتاعي. ثم انتقلت بعد كده لدراسة او للتدريس في المعهد العالي للفنون التطبيقية، فده وجهني لمدرسة تانية خالص، مدرسة الفنون التطبيقية. وادركت هنا بخجل بسيط جدا ان ما فيش فرق ما بين الفنون الجميله والفنون التطبيقيه، هي علاقه متحده ما بين الفنين دول او المدرستين دول. فالاثنين توجوا شخصيتي في الفتره الحاليه مع دراستي في فتره الدكتوراه في قسم تاريخ الفن بكليه الفنون الجميله جامعه حلوان. فده اضاف لي معاني كتيره اكتسبت التجربه الشخصيه بتاعتي، وترجم ده في شغلك. اشكال وانواع مختلفه جدا ما كنتش بتطرق ليها او ما كنتش باخد بالي منها، حتى للدرجه اللي خلتني كمان ابقى مؤمن ان في حاجات كانت من صغري مثلا بتحقق لي نوع من انواع المتعه، زي رؤيه الدراما، زي رؤيه السينما. وما كنتش متخيل ابدا مدى متعتي من السينما والدراما كانت واصله انت عملت حاجه في السينما لطيفه قوي، كلمنا عنها كده. كان ليا تجربه لطيفه جدا مع المخرج محمد فاضل. عملنا مسلسل مصر الجديده. ايوه. اشتركت معاه في ان انا اعمل تتر المقدمه والفينال. كنت برسم فيها اجزاء من البورتريهات الشخصيه لبعض الممثلين اللي شاركوا في بطوله العمل الفني ده، وكان عمل فني محترم جدا. وفي الحقيقه كانت تجربه عميقه بالنسبه لي ان انا احتك
مع شخصيه زي المخرج الكبير محمد فاضل، ودي كانت فرصه، وانا كان لسه سن صغير حتى كمان، واستغربت ساعتها ان شخصيه محمد فاضل ان هي تتلقى من فني نموذج يساعده على دراما او عمل درامي هو بيشارك في اخراجه او بيخرجه. وبعد كده عملت حاجه في السينما. في حاجه تانية حصلت مؤخرا، مسلسل ابواب الخوف، مسلسل برضو ما زال حتى لسه بيتعرض الى الان، مع مخرج شاب اسمه احمد خالد، وبالمناسبه هو خريج قسم تصوير، وده ده اللي عمل عندي الحاله الجميله اللي هي الربط ما بين تصوير نحييه بقى خلاص يعني. بالظبط. فبقيت مدرستين متحدتين مع بعض، اضافوا لي كتير جدا الحقيقه. برضه انا عايز اضيف على اللي هو قاله جمله بسيطه خالص، انه احمد روميه، يعني خليني اشيل شويه الالقاب لانه احنا في حاله من الصداقه موجوده. بالزبط. فاحمد روميه فنان ذات حس مختلف، الحقيقه مربوط الى حد كبير الحقيقه برؤيته بشادي عبد السلام وفكره شادي عبد السلام، وهذا الصرح الحقيقه التشكيلي الممتع، واداؤه اللوني في الموميا مثلا، يعني حاجات لطيفه جدا هرجع له فيها تاني، بس بعد ما يعني اتكلم مع الفنان الجميل بقى خالد السماحي. انا عايزك تكلمني عن تجربتك بالعمق اللي احنا الحقيقه بنشوفه في اللون، بس مش في يعني مش في التواجد بقدر ما هو الحقيقه. انت عندك اللون عنده حاله كده من الرقي لطيفه قوي ومعبر، يعني انت صديق للون، انا اعتقد كده يعني. طبعا انا اشكرك. هو الفنان التشكيلي اللغه بتاعته هي لغه لونيه بصريه بالتاكيد، بيتعامل مع ادواته. فمهما كان الفنان عنده طلاقه في اللغه، صعب جدا ان هو يقدر يعبر عن اللون بالكلام. لازم الناس تشوفه وتشوف شغله. صحيح. بس هو ممكن نتكلم عن احلامه، نتكلم عن رحلته، عمل ايه، نفسه يعمل ايه. يعني انا شخصيا درست في كلية فنون جميلة، دخلتها سنة 87 وطلعت منها سنة 93. قد كده الدراسة في كلية فنون جميلة قسم تصوير مختلفة عن أي مكان تاني في الدنيا. بتخش أنا من مواليد حي الظاهر، وكانت التربية بتاعتي في البداية ما بين الظاهر والحسنية والقاهرة القديمة وباب النصر وكده. فكنت القاهرة الإسلامية دي بلف فيها، بتربى فيها. حي الظاهر كان حي بيسكنوا الطبقة المتوسطة. قبل كده أيام عبد الناصر كان في اليهود، وكان كده قبل ما يمشي. طبعا. تمام. فكان يعني تخيل مثلا جارنا قريب من البيت اللي اتولد فيه والدي أحمد صبري، رائد فن البورتريه. يا حظك يا أخي. طبعا أنا ما شفتوش. ده اللي يتقال له يا حظك. طبعا أنا ما شفتوش، لأن أحمد صبري توفى سنة 1955. تمام، يعني قبل أنا ما اتولد بكتير. تمام. بس قد كده ابنه اللي هو نزار أحمد صبري كان صديقي الله يرحمه برضه. فكان يعني عارف جو في الطفولة. أستاذي في الظاهر الثانوي كان تلميذ من تلامذة أحمد صبري. الله. تمام. وبالتالي طلعت شفت جو فني القاهرة بعبقها الإسلامي بالعبق الشعبي بتاعها، وشفت جزء راقي مهتم بالفنون الأوروبية وبيتابع اللي بيحصل وكده. تمام. فكان ده بداية تكويني. دخلت كلية فنون جميلة، كان عالم تاني بقى. يعني قاعد 24 ساعة في اليوم انت بتعمل فن بس. كنت خليها 12 بس لانه كلنا بشتغل يعني. لا ما انت وانت نايم بتحلم بالفن. يحلم بالفن. يعني 12 جوه الكليه وبره. هو دمج الحلم بالحقيقه. كنت مدرك قوي قيمة ان الفنان هو في سباق مع الزمن مع نفسه. ده صحيح. لا ما يضيعش وقت الفنان. فكان يعني بدرس في الكلية مثلا زمن العمل في المرسم 6 ساعات أو 7 ساعات في الكلية. برجع البيت محول الأوضة بتاعتي لمرسم. تمام. أخلص الرسم في الأوضة بتاعتي، أطلع مثلا أروح محطة القطر أعمل كروكي لحد الساعة 3 الصبح مع أحد أصدقائي الفنانين. أرجع مصروفي كله مثلا كتب فن، دراسة وكده. طول 5 سنين اكتشفت ان انت علشان تدرس فن وتبقى فنان مش 5 سنين بس. لا طبعا. ده انت عايز تاني.
فبعد ما اتخرجت اشتغلت فترة كده، وبعدين سافرت درست في معهد للفنون خارج مصر. أنا ما كنتش بدرس بقدر ما كنت بدرس، كنت عامله حاجة كده زي الإيكول دي بوزار. تمام. كان تماثيل وفنانين وفرنسويين وطلاينة بيجولي بيدرسوا معايا. تمام. كانت الحالة إني قاعد عامل جو فني حوالي، بس في الواقع وبيني وما بين نفسي أنا قاعد عمال أدرس وأتعلم. فالفكرة إنه مستمر، وعملية بنى الفنان أو صناعة الفنان محتاجة هي تراكمية. ده صحيح، محتاجة مجهود كتير. لما تقعد 20 سنة قاعد عمال تقرأ، غير لما يبقى بقالك 10 سنين، غير لما يبقى بقالك 50 سنة شغال. هي عموما اللي بيقولوا الحقيقة الفنان خالد السماحي إنه بالفعل الفن التشكيلي تحديدا ليس له أبر سيلينج تقف عنه، ما عندوش سقف. لازم طول الوقت أنت بتحلم، وطول الوقت بتذاكر، وطول الوقت بتخزن في ذاكرتك البصرية. إنما الحقيقة أنا قصدت بالسؤال الأولاني ده إنه إحنا نبقى شايفين يعني الفنانين اللي معانا عمقهم إيه، تاريخهم إيه، عشان بعد كده هندخل على فكرة حصارهم. هم اللي بيحاصروا مش حد تاني، يعني هم لم يحاصروا إنما هم حصروا فكرة العمل مع المجتمع في قلب المجتمع، فحصروا المساحة دي وابتدوا يشتغلوا عليها. وعايز أشوف يعني أسمع منك يا دكتور أحمد فكرة البورتريه ودراسة البورتريه والمسألة دي، يعني قد كده هو حالة بالنسبة لك؟ بالظبط، هو حالة اجتماعية رهيبة جدا. في انك ازاي تلتقي بشخصية آدمية قدام منك حية، كلها نبض، كلها أحلام، كلها خيالات. فانك ازاي ترصد من الشخصية دي دلالات معينة مرتبطة بوجهة نظر خاصة عندك. الفنان بيبقى عنده قدرة على انه يلمح بعض من الملامح الشخصية لطبيعة الشخصية اللي قدام منه، خصوصا لما يكون كمان طبيعة الشخصية دي من نفس فئة المجتمع اللي هو بيعيش فيها. يعني نتكلم شخصية مصرية، فأنت بما أنك دارس ومحلل أو باحث فنيا، زي ما قال زميلي خالد، فعلا احنا في حالة بحث دايم أو في حالة دراسة دايمة. فمجرد التقائي بشخصية آدمية، وخصوصا لما يكون من فئة المجتمع اللي أنا عايش فيه وقريبه جدا من روح المصريه من روح المصريه، بيحصل عندي نوع من انواع التفاعل فعلا اللي ما بيني وما بين الروح العامه دي. تجربه استشف منها اسرار، بقدر اشوفها. التجربه دي انتوا كنتوا عملتوها في قرطبه يعني؟ كانت تجربه هايله، كانت تجربه هايله. مجرد الالتقاء مع قامه فنيه زي خالد والاحتكاك بتجربه فنيه مباشره مع موديل موجود فعلا، على الرغم انه ممكن يكون الموديل لاول مره احنا بنشوفه حتى كمان، يعني كان اول مره نحتك بالشخصيه. فدي كانت برضو فيها درجه من درجات الصعوبه اللي بتعتمد بصراحه على تمكن كل فنان مننا في قراءه بعض الدلالات الخاصه في سمات الشخصيه الرئيسيه. وبالتالي كل واحد مننا بيقدر يعبر عن تجربته الشخصيه نتيجه الاحتكاك المباشر ده كلام الحقيقه مهم قوي. وهناخد بس فاصل، هرجع للفنان خالد السماحي بعد الفاصل.
واحنا بنتكلم على البورتريه، الحقيقه بيبقى عندنا اكتر من رؤيه واكتر من فنان بيتناول نفس البورتريه. كل حد عنده ثقافه معينه، عنده آلية معينه، عنده كمان مجموعته اللونيه. خالد السماحي من النوع ده، خالد السماحي من النوع اللي هو عنده، يعني انا شخصيا لما بشوف شغله، بما اني يعني امارس يعني فن البورتريه، فبلاقي دايما عنده حاله تفعيليه، يعني كانه بيفعل البورتريه مش بينقله. فالحاله دي الحقيقه في شغل خالد السماحي محتاجه يكلمنا عنها شويه، وكلمنا كمان بالمره عن التجربه الاخيره دي يا خالد. الاول هتكلم عن التجربه الاخيره. انا شرفت طبعا بان انا اتعرفت بالفنان احمد رومية، فنان كبير ومثقف واخلاق ومستوى عالي. تمام. انا سعدت جدا ان محمد الجبالي مدير جاليري قرطبة هو اللي عرفني بيه. تمام. محمد بالمناسبة مش مجرد مدير، هو خريج فنون جميلة تصوير برضه، وتقريبا هو ما كان لا يهدف الى الربح بقدر ما هو بيعمل ثقافة وفن وبينتقي ناس متميزة. فكانت تجربة جميلة جدا، ونتمنى انك انت كمان تشاركنا فيها. أوي انا شرف لينا كمان. والدعوة مفتوحة كمان لكل الفنانين كويسين. تمام. طاهر عبد العظيم جه يشتغل معانا، وكان فنان جميل وطلع حاجات جميلة قوي. والدعوة مفتوحة لكل الفنانين كبار كويسين. كلمني عن تجربتك انت في البورتريه، انت بتشوفه ازاي، بتنقله ازاي، بتطلع احساسه ازاي؟ انا بتنفس فن بورتريه، عايش عشان اعمل بورتريه. لما دخلت كلية فنون جميلة كان من اول يوم السؤال انت جاي هنا تعمل ايه؟ انا جاي اعمل بورتريه. ليه؟ فعلا البورتريه يعني عارف تاريخه في جذور الشخصية المصرية، كان بيتحط على الماسك بتاع الموميا، يعني قديم قوي. من أرقى أنواع البورتريهات اللي اتعملت في تاريخ مصر كانت جوه الفيوم بالظبط في العالم طبعا. تمام. كانت تجربة قوية جدا في فن البورتريه. بعد وجوه الفيوم يمكن انقطعنا فترة كده، وبعدين اتفتحت فنون جميلة في 1908. تمام. ظهر عندنا أحمد صبري وصبري راغب وبيكار وعبد العزيز درويش وكامل مصطفى وعز الدين حمودة، فنانين كبار جدا في فن البورتريه. الناس دول أنا كنت وأنا صغير بتفرج عليهم بانبهار، إن إزاي بيقدر يقفش الشخصية ويحطها في اللوحة. تمام. بعد كده لما تعمقت في العملية ما بقتش القضية قضية ملامح بتدرس، بقدر ما إن فنان البورتريه هو دارس للسيكولوجيا، علم نفس. تمام. بجانب دراسته للبناء والتركيب في العمل الفني التشكيلي كقيم فنية بحتة. تمام. ففنان البورتريه لازم يبقى ذكي جدا في قراءة الشخصية اللي قدامه، قراءة لغة الجسد، لغة الألوان، تعبيرات الوش، قراءات في علم النفس. تمام. قراءات متعمقة كمان، مش هيطلع عالم نفسي بس بقدر ما هو بيفهم، على الأقل هيكون عنده رؤية لده. فأنا أحمد رومية يعني هحتاج إن أنا أنتقل معاك لمساحة تانية، وهي مساحة آلية العمل التشكيلي. يعني أنت بتشوف نفسك بإمكانياتك، مش بنقارن ده بينك وبين الآخرين، إنما بتلاقي متسع مجتمعي يستوعب أعمالك أو فكرك، بتلاقي ده في محيطك. شوف، هو في حاجات كتيرة قوي مرتبطة بالمجتمع عندنا. ما فيش شك ان بدأ يبقى في قنوات ثقافية تقدر هي تبقى مفتاح للمجتمع ان هو يتثقف من حيث رؤيته للعالم التشكيلي، وخصوصا العالم التشكيلي ده مليان مجموعة من الفنانين بيبقوا عندهم مجموعة من الأفكار أو الخيالات. تمام. مش بالضرورة أبدا ان هي توصل لكل أطراف المجتمع نتيجة انعزال بعض الفنانين عن الدخول في معترك المجتمع والتعبير عن أشكاله، إلا إن إحنا بنلاقي، أنا شخصيا بلاقي قبول كبير جدا من الناس حوالين مني، على الأقل المحيطين بيا بالإنتاج الفني اللي أنا بعمله، وبستشعر منهم مدى ارتباط العمل الفني أو اللوحة الفنية مثلا عندي بتجربة خاصة أو تجربة مجتمعية عامة، على حسب قدرتي على التواصل مع الفكرة أو الموضوع اللي هو بنتعايش فيه.
فاحنا قدام مشكله جباره ان احنا محتاجين نوصل للمجتمع بشكل قوي. دي مشكله كبيره جدا، والتوعيه، فكره التوعيه مشكله اكبر واعمق بكتير جدا. فاحنا عايزين تكاتف من كل الاطراف المجتمعيه، سواء اللي بيقوم فيها بدور مهم جدا الفنان رقم 1 في التعبير عن المجتمع، لان هو عليه دور كبير جدا وعليه عبء كبير جدا جدا، لازم يبقى فاهم الدور ده كويس قوي، لان هو مفتاح الحضاره في ايد الفنان. ده صحيح. يمتلك الثقافه، يمتلك الرؤيه، انا اعتقد ان المساحه اللي انت بتتكلم عنها دي خالد السماحي كان طرح رؤيه كده يعني تصوريه للشكل ده في حلم، في صوره كده، ما يتكلمنا عنها يا خلود. هو في اكتر من رؤيه لتطوير الواقع التشكيلي لفنانين بيمارسوا الاتجاه الواقعي او الاكاديمي، اللي هو على الاقل ليه علاقه زي المدارس الاوروبيه وكل يعني للاسف احنا في عندنا سوء فهم شويه، ان مثلا في امريكا وفي بريطانيا فيهم فنانين بيعملوا واقعيه وفنانين كبار وعالميين طبعا، وده ماشي جنب اللي بيعمل تجريد. بس انا مش مفاجاه ولا حاجه اقولها لك، انما الشكل المدرسه الاكاديميه راجعه بقوه رهيبه. بالظبط. بدليل ان انت بتلعب دلوقتي 3 دي. بالظبط. يعني لوسيان فرويد سنه 1909 هو توفى 2011. تمام. 1909 باع لوحه ب$30 مليون وهو عايش في بريطانيا، وكانت لوحه واقعيه. تمام. هو فنان واقعي بيرسم من موديل. اذا في العالم موجود التجريدي وموجود الواقعي. طبعا. تمام. وبيحترموا بعض جدا. تمام. وبحترم تجربه ده ومتوازيين، وده ليه جمهور وده ليه جمهور. طبعا. احنا جت فتره عندنا هنا في مصر كان انت عارفها طبعا كان الفنان الواقعي بيستبعد من كل حاجه. من كل هو الفنان خالد السماحي، انا هقول انا على لسانه عشان هو مش عايز يقول فتره فاروق حسني هي الفتره 23 سنه، يعني انا ما عنديش ده يعني حقيقي. مشاكل في ده. انا ما رضيتش اقول اسم. لا خالص، انا بقول الفنان فاروق حسني قعد 23 سنه حاول يغرب، او مش حاول، الممارسه اللي كانت موجوده ده فعلا اللي كان في اتفضل. وكان يعني عارف الفنان الواقعي بيطردوه كأنه بيعمل حاجة غلط يعني أو حاجة عيب، رغم أن في أي ثقافة في المجتمع كان في كل المجتمعات بيحترموا جدا الفنان الواقعي لأنه ليه أساس وليه صلة بالمجتمع. الفكرة اللي عندك بقى في تطوير أو تفعيل فكرة الواقعية على المجتمع هو في حاجتين، يعني أمريكا فيها جمعية فناني البورتريه. تمام. كندا فيها جمعية فناني البورتريه. تمام. بريطانيا فيها جمعية فناني البورتريه، استراليا فيها جمعية فناني البورتريه، مصر ليه ما يبقاش فيها جمعية الفناني البورتريه؟ يتعمل كل سنة معرض ومسابقة للفنانين الكبار والشباب الصغير يدخل فيها، ده حتى ممكن يدخل فيها كمان الأطفال، يدخل فيها فنانين كبار زيك، فنانين زي أحمد رومية. تمام. فنانين في أسامي كبيرة زي عبد العال وطراوي وفنانين كبار. تمام. في خط موازي غير ده، يعني ويعني يبقى ليهم معرض سنوي، يبقى تخيل ان مسابقه اللي هي بي بورتريه اوورد دي في بريطانيا بيعملها الناشونال جاليري اوف بورتريه. تمام. دي اللي بيرعاها شركه شيل بتاعه البترول. ده صحيح. تمام. ليه احنا الشركات اللي عندنا ما ترعاش حاجه زي كده وتعمل الموضوع ده؟ في المقابل برضو يعني انا الاعلام بقى. تمام. الإعلام قناة النيل الثقافية بتقدم مثلا البرنامج بتاعك، وبرنامج تاني كمان بيتناول الفن التشكيلي ما بين فقراته. مصر محتاجة يبقى فيها قناة للفن التشكيلي. ده صحيح. دي إيطاليا أنا كاتب والله ده في توصيات يعني إيطاليا فيها، فرنسا فيها. يروحوا المراسم يصوروا مع الفنانين، يروحوا المعارض يصوروا، يروحوا ورش الرسم الخارجية، يطلعوا لاندسكيب مع الفنانين، يغطوا متاحف مصر. عندك حق الحقيقة في كل اللي قلته، بس قول لي رؤيتك الأخيرة كده في إيه؟ الحركة التشكيلية في مصر. الحركة تقييمها إزاي؟ عندنا نقابة ولا ما عندناش؟ عندنا يعني إيه الموضوع ده؟ يعني هو النقابة ضعيفة جدا طبعا، معاش الفنان 100 جنيه. تمام. فهي أعضائها يعني عارف الرجل المريض اللي بيحاولوا، بيجي النقيب بيحاول يصلح منين، يجيب منين. الأعضاء ما بيروحوش لأنه شايفينها أنها مريضة.
المفترض يحصل حاجات كتير جدا، يعني غير مفعلة بمعنى أصح، غير يعني مفعلة، غير مفعلة. وأمل أحمد رومية الأمل إنها يعني أنت لو جبت لهم نبي يمسكها تمام مش هيعرف يعمل حاجة، لأن ظروفها صعبة جدا، وظروف الفنانين كمان في مصر صعبة جدا. أنا مش مع الرأي الأخير، حكاية إن لو جبنا لها نبي ولا حاجة، لا هنجيب لها شخص عادي وهتنجح بإرادة الفنانين مش بإرادة النقيب، لأنه مشكلة النقابة هو أنه يعمل النقيب كنقيب ولا تعمل الخلية كلها كمجموعة. إذا تفاعل مجموع تصدر أحلى إنتاج في الدنيا كلها وتتحول إلى وحدة منتجة أصلا. يعني دي حقيقة يعني. الفنان أحمد رومية، كلمة أخيرة في أقل من نص دقيقة، تحب توجه كلمتك للحركة التشكيلية تقول لهم إيه؟ أول حاجة لأساتذتنا الأفاضل، وكل أستاذ حمل على أكتافه في مهنة إنه يكون أستاذ فن. الأستاذية وراها حاجات كتيرة جدا 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 جدا. محتاج كل أستاذ إن هو يعرف كل طالب تحت إيديه الإرث الثقافي بتاعه، ويوعيه إزاي يتفاعل معاه. والإرث الثقافي بتاعه ما هوش إرث محلي، هو إرث محلي وعالمي، والدمج ما بين العلاقتين دول. وبالتالي أي فنان مصري هيقدر يصل للعالمية بمنتهى البساطة. أعزائي المشاهدين، الحقيقة وأنا بأنهي هذه الحلقة يعني واجب علي أن أشكر الفنان أحمد رومية، كل الشكر ليك. الفنان خالد السماحي، نورتوني النهاردة الحقيقة، أنا سعيد يعني أيام السعادة أن أنا أكون موجود مع فنانين متفاعلين حقيقيين، مش بيهزروا بجد. يعني فنان بمعنى كلمة فنان ممارس، مش فنان يعني بياخد شكل الشيء ويقلده شكل. يعني موضوع الحقيقة فيه كلام كتير. على أي الأحوال أنا شخصيا أتمنى استضافتهم برؤية أوسع شوية لطرح رؤى ومشاكل الفن التشكيلي، وخصوصا الممارسة الفعلية اللي هم عملوها واللي ليهم بصمات فيها. كل الشكر لحضراتكم، واشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم.